يا صباح الفل يا صباح الجمال على احلى اخوات وعلى احلى متابعين. لو اول مره تدخلوا قناتي انا رشا السيد. النهارده بقى جايبه لكم وصفه عظمه بجد، هتعجب ولادكم جدا جدا جدا. الكبار والصغيرين بيحبوا الاكل الجاهز والاكل بتاع المطاعم، فاحنا هنجيب المطعم كله في البيت وبتكاليف بسيطه جدا يا جماعه. لو انتوا كده زي حالاتي واخر الشهر ومفلسين، تعالي اقول لكم تعملوا لهم الوصفه العظمه دي، مش هتكلفك اي حاجه خالص. بس قبل ما نبدا الوصفه بتاعتنا بقى دي، تحط لنا بقى اللايك كده وكومنت حلو منكم ليا زي ما انا متعوده، وتشجيع حلوه كده عشان بجد بفرح قوي بكومنتاتكم. نبدا بقى كده نصلي الله، نصلي كده على الرسول ونسمي الله ونبدا وصفتنا الحلوه دي. انا بقول لكم هنا بقى بحط الغطا كده وجايبه لهم بقى علب من دي وعامله لهم بقى شغل عالي كده، شغل مطاعم بقى. هنعمل ايه؟ لازم نفرحهم. يلا بقى بينا نشوف الوصفه، سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص. عندي هنا الاول كوبايتين دقيق ونص كوبايه نشا، والوصفه دي المفروض تبقى فيها زبادي بس انا ما كانش عندي زبادي، عملتها باللبن وما خسرتش. لو انت طبعا موجود عندك زبادي هتبقى احلى واحلى. هانزل بقى هنا بقى بالتتبيله بتاعتي، ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهار فراخ، وهديها تقليبه حلوه. وهاخد بقى الخلطه دي واقسمها كده في البوله على النصين. هنزل كده زي ما انتم شايفين بالتوابل بتاعتي واحده واحده كده. انا عايزه كده الفيديو عشان انتوا وحشيني جدا، الفيديو يطول معاكم كده واقعد اتكلم معاكم كتير. يا رب كده فيديوهاتي تعجبكم، ولو انتوا محتاجين اي فيديو او اي وصفه عايزينها اكتبوا لي في الكومنتات وانا عينيا عشانكم. هانزل بقى هنا بالتوابل بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، هديها بقى تقليبه حلوه. كل الخلطه دي كلها تدخل في بعض بالنشا. النشا ايه وظيفته يا رشا؟ النشا هنا بيخلي لي الحاجه كريسبي، يعني الفراخ بتاعتي كده بيخليها من بره بتقرمش، والزبادي او اللبن هتخليها من جوه جوسي كده وحلوه. يبقى احنا خليناها تقرمش وفي نفس الوقت من جوه مش ناشفه، لا تاكليها كده طريه ومستويه. جبت بقى بوله وهقسم هنا نص الخلطه، انا مش هاخد نصها، يعني انا هاخد التلت بتاعها واسيب التلتين لان الكفر بيحتاج مني دقيق كتير. فانا هاخد التلت بتاعها كده وشويه كمان واحطهم في بوله تانية، ونشوف بقى هنعمل ايه في التلت اللي احنا خدناه، او اللي احنا حبه الخلطه الحلوه دي كده. هنشوف بقى هنعمل فيها ايه. هخلي بقى الحبه دولت كده على جنب، البوله التانية دي كده على جنب، وهنشوف هنعمل ايه. جبت بقى الحليب بتاعي، هنزل واحده واحده واضرب الخلطه بتاعتي دي كده بالراحه زي ما انتم شايفين. انا عايزاها عجينه ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، عايزاها وسط. انتوا فاهميني يعني كده؟ هوريكم كده السمك بتاعها، ولا خفيفه ولا تقيله، عايزاها متوسطه كده. لما انزل فيها الفراخ بتاعتي، الفراخ تطلع فيها من نفس الخلطه دي، تبقى كده شابكه فيها عشان لما اعمل لها الكفر تبقى حلوه معايا. هنا بقى في الخلطه دي لو كنت حابه احط بيكنج باودر كنت حطيت، بس بصراحه انا نسيت وهحط دلوقتي في البهار اللي معايا. انا جبت الفراخ بتاعتي، بصراحه انا كان عندي فراخ الراجل مقطعها بانيه، فانا قطعتها كده، قسمت كل واحده على 2 او زي ما انت ما تحبي. لو عندك صدور بس انت ممكن تقطعيها براحتك، تخينه رفيعه براحتك، دي التقطيع ده حسب ما تحبي. جبت بقى الفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها كويس جدا وصفيتها، نزلت بقى في الخلطه بتاعتي دي كده زي ما انتم شايفين. بصوا الخلطه ماسكه نفسها وحلوه، وبصوا الفراخ كده هتطلع متشربه من الخلطه دي زي ما انتم شايفين. عايزه بقى تسيبيها 3 4 ساعات براحتك. انا بصراحه اشتغلت فيها بعد نص ساعه لاني كنت مستعجله، وطلعت برضو عظمه. هنا بقى كده هسيبها زي ما قلت لكم ترتاح كده نص ساعه وتشرب من الخلطه الحلوه دي ومن التوابل الجميله. وهجيب بقى الكفر بتاعي كده اللي هي بقى التوابل والدقيق والنشا، وهنزل عليهم بمعلقه بيكنج باودر. انا هنا كنت نسيت احط في الخلطه، فمفيش اي مشكله خالص. ليه بحط البيكنج باودر؟ هقول لكم ليه. بحط علشان خاطر الدقيق بتاع الفراخ ما يبقاش مكتوم، وانا يعني تحسي كده الفرخه معموله في الكفر ومكتومه، لا البيكنج باودر بيخليها تنفش كده وبتبقى تاكليها خفيفه. فهنا معلقه صغيره، مش هنحتاج كتير من البيكنج باودر. كده الخلطه معايا جاهزه. هجيب بقى كده الفراخ بتاعتي ويلا نبتدي بقى نشتغل ونعمل بقى الوصفه الجميله دي. انا هنا كنت محضره الزيت بتاعي على النار يسخن، وهنا بقى هجيب الفراخ بتاعتي. بصوا الخلطه لازقه فيها، بقول لكم بصوا اللي لسه خلطه فيها. وهنزل بقى كده بايديا. الوصفه دي بقى مش عايزه معلقه، بايديا كده هفضل انطور فيها يمين وشمال. انا مش عايزه الخلطه اللي هي السايله دي تنزل منها. اهو بايدي الاتنين كده بالراحه، ومش هحط في طبق، هاخد من البوله دي كده على طول من تنفيذه ايدي على الطاسه على طول. يعني هاخدها كده، مش هريحها ولا احطها في طبق ولا حاجه، لان هي ما تنفعش عشان فيها ماده سايله. هاخدها بقى كده وعلى الطاسه بتاعتي على طول. الزيت بتاعي هيسخن، اول لما يسخن هوطي عليه وانزل بالفراخ بتاعتي تتحمر براحتها. بصوا بقول لكم، بصوا الكرمشه بتاعتها حاجه كده ايه بقى، فاخر من الاخر، ولا مطعم ولا اي حاجه خالص. بكل سهوله كده اعملي اكلك بنظافه، على قد ظروفك هتعملي وتفرحي عيالك وكل اللي حواليك. ايه رايكم؟
هناخد بقى تاني وتالت ونعمل نفس الخطوه دي كده. هناخدها كده انا بصوا بقى باخد اللي هي متشربه، شايفين؟ وطبعا لو هي قعدت اكتر الخلطه هتمسك فيها اكتر واكتر، هتتقل وتمسك فيها اكتر. بايدي بقى كده وابتدي بقى ان انا ادي وابتدي اكمل كميتي على نفس الطريقه. احط في الدقيق الكفر بتاعي ونفض كويس جدا 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 زي ما انتم شايفين كده، وانزل على الزيت على طول. انا هنا كنت بقى ايه على الزيت على طول، مش هخليها تستنى ولا اي حاجه خالص. حطيها مره 2 3 في الدقيق مفيش اي مشكله، ونفضيها تنزل بقى متكرمشه وشكلها جميل. ويلا بينا على الزيت، ما بتاخدش وقت معايا خالص. بصوا الجمال والحلاوه، بقول لكم عجباني جدا جدا، حاجه كده روعه بجد. يلا بقى بينا نشوف الوصفه الحلوه دي وعجبت ولادي ولا لا. تنزل بقى على طول على هننزل بقى كده وفي الزيت على طول زي ما انتم شايفين. الكميه بتاعتي حسب ما الطاسه بقى هتاخد او الحله. وما تحطيش يا جماعه زيت غزير، يعني حرام. احنا طبعا الزيت غالي والعيشه كلها غاليه، فما تمليش بقى الطاسه بتاعتك زيت قوي والكلام ده لا. زي ما انتم شايفين حاطه كده تلت الطاسه زيت واتقلت معايا وكانت زي الفل وطالعه ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم ما شفتوها كده في اول الفيديو. بصوا انا الزيت كان عالي وقمت موطيه عليه عشان تستوي براحتها، مش عايزاها تاخد لون ومن جوه تبقى نيه. بصوا الجمال والعظمه يا سيدي على الجمال بجد والله العظيم، حاجه كده ايه الانتاج الروعه ده. ايوه بقى فرحي بيتك كده واعملي الوجبات في البيت وهيصي الدنيا. لما بقى تطلعيها على شبكه او على مصفى زي ما انتم شايفين كده. لو طلعتيها على ورق مناديل مش او ورق مطبخ مش هتشرب الزيت، هتبقى طالعه كلها يا جماعه مليانه زيت. دي معلومه الناس اللي هي بتطلع الحاجه على المناديل. لا، حتى البطاطس المحمره او المقليه برضو طلعيها كده على مصفى. بصوا الجمال والحلاوه، بقول لكم بصوا الجمال والانتاج العظمه يا سيدي على الجمال والحلاوه. هنا بقى عملت لهم شويه رز مبهر زي ما انتم شايفين. قلت بقى يعني اعمل بقى ايه الشكل بقى بتاع المطعم والوجبه الجاهزه بقى كده وحركات وتكات. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. عايزه اقول لكم ان عيالي انبهروا بالجمال والحلاوه دي كلها. كل واحد بقى اخد طبق كده وقعد بقى عايش بقى الدور ان هو في مطعم، وعجبتهم جدا الوصفه. يا رب تعجبكم زي ما عجبت ولادي وعجبتنا، واكون كده بنزل لكم حاجات تفيدكم. ربنا ما يحرمني منكم ولا من دعواتكم ليا ولا من كومنتاتكم الجميله، وربنا كده يحسن ما بين ايديكم وما بين ايديا. ايه رايكم بقى بغطي بقى العلبه وبحط لكل واحد وجبه وشغل عالي بقى في اخر من الاخر. اشوفكم في فيديو جديد، وكنت معكم رشا السيد. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.